السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أجمل وأصدق أنواع الشعر الشعبي في السودان هي المناحات. والمناحات هي عبارة عن مراسي بتقول النساء لما تفقد المرأة زول عزيز عليها، سواء كان أبوها أو زوجها أو ولدها أو أخوها، وهي أقرب للنواح منها للقناع العالي، عشان كده اتسمت بالمناحات. وكنا تكلمنا عن المناحات السودانية بشكل عام في فيديو سابق، والعاوز يرجع له حيلقى معلومات أكتر عن النوع الأدبي والتراثي الفريد ده. اليوم جايين نتكلم عن واحدة من أشهر المناحات السودانية، وهي مناحة الوليد الضيف قررت إنه كيف جيبوا لي هدومه الراكدة فوق الجيف. وهي عبارة عن مناحة حزينة جدا ارتبطت في وجدان السودانيين لعشرات السنين، وتحولت مع الزمن إلى جزء من التراث الشعبي السوداني. لكن الغريب إنه قصتها الحقيقية ما زالت محل خلاف، وفي أكثر من رواية بتحكي أصل الحكاية جات من وين. الرواية الأشهر والأكثر انتشارا بتقول إنه ولد الضيف كان شاب من منطقة الجريف بالخرطوم، وكان على وشك الزواج من بنت عمه. بعد ما اكتملت ترتيبات العرس وتوزعت الدعوات، بقت الأيام الباقية للزواج قليلة جدا. في الفترة دي قام دعاه صديقه المقرب وهو من منطقة قرب شندي، عشان يقوم يعمل له حفلة بتاعت حنة وسط أهله وأقاربه ويشاركوا الفرحة بطريقتهم الخاصة. سافر الوليد مع صاحبه لقرية وسط أجواء من الفرح والحماس. استقبلوا الناس هناك في القرية بحفاوة كبيرة، جمعت النسوان ومعاهن أدوات الحنة. بدأت الاستعدادات للمناسبة، وفقا للعادات القديمة في بعض المناطق القريبة من النيل، كان من ضمن مراسم الحنة إنه العريس ينزل النيل ويغتسل قبل بداية الاحتفال. بالفعل قام خرج العريس مع أهل القرية وأصحابه إلى شاطئ النيل. نزل المويه وسط الضحك والمرح، لكن فجأة اختفى تحت المويه وما طلع تاني. في البداية الناس افتكروا إنه بيقفز أو بيمزح مع الشباب، لكن مرت الدقائق وما ظهر. هنا بدأ الخوف يدب في قلوب الناس، ونزل عدد من الرجال النيل يحاولوا ينقذوه لكن دون جدوى. في لحظات قليلة ولحظات حزينة تحول الفرح لمأتم. النسوان اللي بيجهز للحنة بقى يبكن، والرجال انتشروا على طول الشاطئ يبحثوا عن العريس. وصل الخبر لأهله وأصدقائه، وتحولت مناسبة الزواج لفاجعة كبيرة جدا هزت المنطقة كلها. وبحسب الرواية نفسها فإنه والد العريس أو أحد نساء القرية لما سمعت الخبر وشاهدت حجم المصيبة، أطلقت كلمات حزينة وهي بتبكي وتنوح على الشاب الغريب. الكلمات خرجت من قلب مكسور، وصورت المشهد بكل تفاصيله: قدوم العريس المريمي على ضفة النيل، أم المنتظراه في بيت الفرح، البنات البكين عليه، وأهل الحلة اللي بيفتشوا عنه في البحر. ومن هنا ولدت مناحة الوليد الضيف قررت إنه كيف. لكن القصة بتنتهي هنا لأنه في روايات تانية مختلفة تماما. واحد من المعلقين على القصة قال إنه كان شاهد عيان على حادثة مشابهة للقصة دي سنة 1965 في العلفون، وإنه الغريق كان طالب جمع رحلة مدرسية من الجريف، وإنه صاحبة المناحة دي كانت امرأة معروفة في المنطقة اسمها بخيتة، المشهورة بلقب أنفوت. وفي رواية ثالثة، في بعض الناس أكدوا إنه القصة كلها ما عندها علاقة بالجريف ولا بشندي، وإنه مناحة قالتها الحاجة مرضية مصطفى الماحي في رساء أخوها القرق قرب الكاملين، وإنه المنطقة المذكورة في الكلمات هي جريس وليست الجريف كما يعتقد كثير من الناس. عشان كده لحد اليوم ما في اتفاق قاطع حول أصل المناحة الحقيقي، هل كانت في الجريف ولا في العلفون ولا قرب الكاملين، وهل الغريق ده كان عريس بيستعد للزواج ولا طالب صغير ولا أخ رسته شقيقته. أسئلة كثيرة ما زالت بدون إجابة مؤكدة. لكن الحاجة المؤكدة إنه المناحة دي خرجت من حادثة قرق حقيقية ومن حزن حقيقي، ده السبب اللي خلاها تعيش كل السنين دي. الناس ممكن تختلف حول التفاصيل، لكن ما مختلفين عن قوة الكلمات وصدق المشاعر الموجودة فيها. المناحة بتقول: الوليد الضيف قررت إنه كيف جيبوا لي هدوم الراكدة فوق الجيف، خلينا نمنح بالقرع والسيف، واسوى دم الأهل في الجريف، حليلك يا زمن هنايا، حليلك يا زمن غنايا، وكنت بقول انت لي درايا، وقع القدر خلى لي بكايا، حليلك يا هدية وحليلك يا رضية، أبكن يا بنات وغولا وبحية، واسوى دم الحنة العشية، جنب بنات خالاتك نسوار وكبار، حزنانات عليك مليانات غبار، طول الليل نوحا لما جا النهار، ناس الحلة جو والديوان ملو، مشوا للبحر قالوا ما لقوا، واسوى دم الليلة وين ودوا. مع مرور الزمن وصلت المناحة للفنان مصطفى مضوي
قام قدمها بصوت مميز فانتشرت في كل السودان وأصبحت واحدة من أشهر المناحات السودانية على الإطلاق. واليوم بعد عشرات السنين من ظهورها ما زال السودانيين بيتذكروها كلما ذكرت المناحات أو ذكر الفقد والحزن المرتبط بالنيل، وبقت جزء أصيل من ذاكرة وتراث السودان الشعبي. دي كانت حلقتنا اليوم من برنامج النفاق، أتمنى تكون نالت إعجابكم ودمتم في أمان الله.